من بعد ماتش بلوزداد الاهلي فاز 6-1. هل في برنامج رياضي طلع واتكلم على الست جوان دول؟ انا كفريق اهلي فايز 6-1 في ماتش دوري مجموعات في دوري ابطال افريقيا على فريق بطل في الجزائر وفاز عليه 6-1. هل في محلل رياضي واحد يوحد ربنا طلع اتكلم في برنامج رياضي عن الاجوان دي وازاي دخلت، ويتكلم حتى شكل تكتيكي ان ازاي كولر غلط وصحح غلطه وي 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 وي؟ هل في حد طلع يتكلم عن الموضوع ده؟ لا. احنا بنتكلم دلوقتي عن فيديو بتاع كهربا في مالها ليلي، وطلع مش في مالها ليلي، لسه هتكلم في القصه دي. بنتكلم عن امام عاشور رمى التيشيرت ليه، بنتكلم عن مشاكل في الاهلي، بنتكلم ان الاهلي جمهوره بدا يعادي النادي الاهلي، جمهور الاهلي بدا يعادي النادي الاهلي نفسه، وجمهور الاهلي بدا يعادي اللعيبه، وبنتكلم ان اللعيبه مش عارف عملت ايه. لكن احنا هنتكلم عن حاجه تخص. انا مش همنتج الفيديو ده، انا هطلع هقول اللي عندي، هطلع اللي جوايا ومش همنتجه، ولا محضر نفسي كلام ولا اي حاجه. لكن هطلع اتكلم في حته ان ده فريق مصري وشرفنا وجاب جوان وجوان حلوه وتعالى نحلل. لا. طب ليه انا بقول المقدمه دي كلها؟ من يوم ما انا طلعت على السوشيال ميديا من زمان، ومن يوم ما انا بشجع النادي الاهلي، أنا بقالي 30 سنه بشجع النادي الاهلي، انا شايف ان دي اصعب مرحله النادي الاهلي بيشوفها في حياته كاداره. اصعب مرحله. احنا دايما كنا متعودين ان النادي الاهلي جمهوره هو اللي بيحميه، هو اللي حاميه من اي حاجه. فاي حاجه تحصل بقى بره صورة تتش كان اول حاجه كان بيصدها الجمهور. دلوقتي بسبب اسباب معينه انا هقولها في الفيديو، بدا الجمهور الاهلي مش موجود، بدا النادي الاهلي واقف لوحده، فاي خبطه بقى بتيجي في الوش. بص انا بتكلم عن الملأ، يعني ايه؟ مش ماشي، يعني في حاجات الواحد ما ينفعش يقولها اصلا. المهم، هو انا ليه كل شويه اشوف مشكله للكهرباء؟ وليه كل شويه الاقي حد بيطلع يعلق على تصرف الامام؟ ده امام هرش، ازاي الاهلي سايبه كده؟ ده كهربا كح، ازاي الاهلي سايبه كده؟ ليه كل شويه قاعد اسخن جمهور الاهلي على لعيبه الاهلي؟ ليه كل شويه انا اطلع واقول كلام ما ينفعش يتقال على لعيبه الاهلي، وفي نفس الكلام ده بيحصل في لعيبه الزمالك ومفيش حد بيتكلم؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اللي انت دلوقتي عندك اعلام رياضي ميوله معظمهم، يعني ما عدا احمد شوبير، ميولهم كلها زملكاويه، وعندهم مرض نفسي من ان كهربا كان بيلبس تيشيرت الزمالك وراح الاهلي. ده مرض نفسي. فبتجنن بقى ان امام، يا لهوي ده امام راح الاهلي، كان معايا في الفرقه وراح الاهلي، حرقان بيشتغل. فيتطلب ان في شخص اعلامي، انا مش هقول اسامي حد عشان انا هشد في الكلام، مش هقول اسامي حد، فيتطلب ان شخص اعلامي يطلع ويتكلم يقول لك ايه؟ هو انت يا امام ازاي ترمي التيشيرت بتاعك كده؟ وده اعلامي، ده اعلامي مشهور جدا في قناه مشهوره اعلاميه رياضيه وزملكاوي، وبيطلع بيلبس تيشيرت الزمالك كده، الدنيا واضحه يعني، علنا. هو ده انت عملت ايه يعني؟ ده بيبو في ماتش 6-1 ما طلعش قلع التيشيرت يا حبيبي. ماتش 6-1 ده برضه ماتش 6-1، يعني ده ماتش 6-1 وعلى الزمالك، وده ماتش 6-1 برضه في دوري ابطال افريقيا في الدور المجموعات. تمام، دي اول نقطه. تاني نقطه، لا بيبو طلع وقلع التيشيرت فعلا، وبعد ما قلع التيشيرت لبسه تاني والموضوع انتهى يعني. وكان في ماتش 6-1 امام جاب جون عالمي يا جماعه، ما حدش بيتكلم عنه. ما ده اللي مضايقني، امام جاب جون، ده استلامه امام بكعب رجله الكرة دي، ده حوار لوحده يا جدعان. ده انا اتفرجت انا نفسي اتفرجت على الفيديو كذا مره بتاع الجون بتاع امام ده، وعزمه وشه وجسمه كله وهو بيشوط الكرة عشان يشوطها ارتو. الواد يا جماعه لا، لازم يعني لو اي لاعب
جاب جون زي ده مش هيقلع التيشيرت بس، ده هيقلع الشورت نفسه. فالجون حلو. وبعدين بصوا، امام عاشور، انا هبدا امسك بقى امام عاشور، هبدا ادافع عن امام عاشور، بعد كده اخش على كهربا، بعد كده اخش على اداره النادي الاهلي. امام عاشور مسك التيشيرت كده وظبطه وعدله وبعد كده مسك كده مسك 22 عشان يبين 22، راح عمل كده. فالطبيعي عشان يعمل الحركه دي عشان يقول لجمهور الزمالك اللي قاعد يقول لهم، يقولوا له عاشور عاشور عاشور، يقول لهم ان انا مش سامعكم، فالطبيعي التيشيرت يقع. وبعد كده كهربا راح مسك التيشيرت. يعني الموضوع مش اللي هو ايه، مش قوي قوي. لان في حد انا بحبه ويوتيوبر اهلاوي طلع، انا مش هقول اسامي حد في الفيديو ده عشان الناس ما تزعلش مني، طلع وقال لي انا ضد ان التيشيرت يترمي على الارض. ماشي انا معاك، بس هل هو قصده انه يرمي التيشيرت على الارض؟ يعني هو ان يهين التيشيرت مثلا؟ هو مسكه ظبطه وعدله، دي معناه ان نيته من جواه لو مش هيرمي التيشيرت. سهله. دي نقطه. ليه امام عاشور؟ انا بقى قلت لكم بقى دلوقتي، انا شرحت لكم الموضوع من اوله، وبعد كده هبدا لاعب بقى، هبدا حاجه حاجه. ليه امام عاشور يا جماعه؟ وهو كهربا لما جم من بعد ماتش باتشوكا، لقيت في حد محامي طلع رفع عليه قضيه ان هم بيهربوا مخدرات، مش عارف بيهربوا ايه. يعني ليه؟ ليه دايما اي برنامج رياضي موضوعه وحدثه وحياته كلها عن امام عاشور وكهربا؟ ليه؟ طب هل احنا ما اتعلمناش من موضوع احمد رفعت الله يرحمه؟ يعني الموضوع دلوقتي يا جماعه ممكن يكون نفسي، انا هقعد اضغط على اللاعب نفسي 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 لحد ما جمهور الاهلي يكرهه، يقلب عليه، وبعد كده النادي الاهلي يقلب عليه، وبعد الواد نفسه نفسيته تتعب ونفسيته وما يعرفش يلعب ومستواه يقل، فيطلع بره النادي يمشيه يسرحه في اي حته، نفسيته تتعب، فبعد الشر يحصل له حاجه. ساعتها نعمل احنا ايه بقى؟ يعني ايه الوضع؟ انا كنت مبطل ان انا اطلع على الكاميرا، ولو اطلع اتكلم في السوشيال ميديا بسبب موقف معين كده حصل يعني من 5 سنين. بعد كده رجعت تاني، لقيت حوار احمد رفعت، قلت لا مش هطلع تاني بقى. فقلت لا، ده عدم طلعان، ده لازم اطلع اتكلم يا جماعه، دي كوره. هو ايه المشكله لما الزمالك يفوز على الاهلي والاهلي يفوز على الزمالك؟ وايه المشكله لما نحفل على بعض وانا اطلع واضحك ومش عارف ايه، واطلع احفل على الزملكاويه والزملكاويه يحفلوا عليا؟ ايه المشكله في كده؟ انا طلعت شتمت حد فيكم؟ لا. انت دخلت تشتمني على في الكومنتات، دي انت تربيتك بقى. فدي كوره يا جماعه. احنا امتى يا جماعه هنطلع نتكلم في كوره؟ امتى هقعد كده اجيب لب كده وشاي كده واقعد اسمع واحد اعلامي محترم هيطلع يحلل لي ماتش كوره؟ عايز اطلع حد يطلع يقول لي مثلا والله ده احنا عندنا مشكله، الكولر عنده مشكله في كذا، عنده مشكله. عايز انا اسمع الكلام ده؟ انا ليه حياتي كلها اطلع اغطي سجن، حبس، مخدرات، فيديو مسرب مش عارف لمين، فيديو مسرب ولا تفريغ صوتي للفي ار الفار؟ لا هو الواحد بجد يعني متضايق من اللي بيحصل. ده امام عاشور. فانت عندك امام عاشور، الناس متربصه له جدا، ومشكله امام عاشور في طريقه تفكيره، ان هو مركز معاهم. ما دي برضو مشكله، ان الاعلام كله مركز معاهم، اللي هو قصدي مركز مع الاعلام ومركز مع الجمهور، لدرجه ان طلع مع احمد شبيب بيقول لك انا بكتب ده قال عليا ايه وده قال عليا إيه، ده عشان اطلع ارد. ما هو يا ابني رد في الملعب بس، ورد في الملعب اللي هو انت مش بترد عشان ترد عليهم برضو، يعني لا العب العب. انا اكتر واحد هاجمتك هنا، وحق ان انا هاجمك، انا اهلاوي، اهلاوي ومصلحتي الوحيده ان الاهلي يكون رقم واحد. ولا بشجع الخطيب ولا بشجع امام عاشور ولا بشجع كهربا ولا بشجع الشناوي ولا بشجع اي حاجه، انا بشجع التيشيرت الاحمر اللي عليه اللوجو بتاع النادي الاهلي بس. فالطبيعي ان انا هاجمك، وبهاجمك باسلوب كروي محترم. اطلع اتعصب؟ اه طبعا. انت عايزني يعني بعد الماتش بتاع باتشوكا ده مش هطلع اتعصب؟ مستخسر عليا عصبيه يا اخي؟ وانا شتمت حد؟ انت دلوقتي
ركز في الملعب ورد في الملعب، لان انت مستواك يا امام حرفيا والله العظيم لو مستواك 90% ولا 70% في الزمالك في الاهلي، انت هتبقى حاجه كبيره قوي في افريقيا. فانا يعني عايز اقول رساله، الفيديو ده كله موجه لجمهور النادي الاهلي. عايز اقول رساله يا جماعه، خدوا بالكم من امام، خدوا بالكم منه، مش خدوا بالكم منه يعني تربصوا له، لا خدوا بالكم ان اي حد اعلامي يطلع يتكلم، لا ما تفكرش، ما تقولش اه ده بتاع مشاكل، ده امام مش عارف ده بتاع مشاكل. وبعدين مشكله امام مع مراته لما الولد اتحمق مع واحد وراح اتخانق معاه عشان مراته اتعكست، هو الطبيعي ان هو يعمل ايه؟ يعني ده راجل مصري شرقي، الاقي واحد اهلاوي متاثر بالاعلام ومتاثر بالكلام الاعلامي يجي يقول لي ايه ده امام بتاع مشاكل، شفت مشكله مراته؟ ما هو الطبيعي يعني ايه بتاع مشاكل؟ مش فاهم. واحد بيعكس مراته، انت عايز ايه؟ مش فاهم. فانا بوجه رساله للجمهور الاهلي ما يتاثرش بالاعلام، لان احنا بنتحارب الاهلي بيتحارب يا جماعه بجد، ولعيبته بيتحارب من الاعلام بشكل بشع وشكل يعني مستفز الصراحه. فهنا انا هنا بظبط ما بين امام عاشور وما بين الجمهور بتاع النادي الاهلي. هي الدنيا اهي، الدنيا سهله اهي، مش عايزك تتعصب على امام، مش عايزك تتضايق من امام. كهربا، هفتح سيره آه اللي هي حته احمد رفعت. اه واه انا مش عايز افتح، مش عايز اخش للحته دي. بص انا هقول لك على حاجه، انا كنت من 3 ايام طالع عامل فيديو، انا مش عايزك تاني يا كهربا في النادي، ومش عايز اشوف لك لابس تيشيرت تاني، مش عارف إيه كده، ده الطبيعي، ده الطبيعي. يعني انت هتيجي تقول لي انت بتغير رايك، لا مش بغير رايي، هو ده الطبيعي ان انا اطلع اقول اللي جوايا مستخسر اقول اللي جوايا. لكن لو فكرت بقى اللي هو شغل الاداره بقى، انا دلوقتي كواحد الخطيب جيت وقلت ايه ده انا خلاص همشيه، طب الواد مشي، انت دلوقتي عايز يكون مصير كهربا زي محمود علاء، زي زكريا وردي؟ يا جماعه احنا مشكلتنا اللي احنا بنقعد نحفل على اللعيبه قوي، ولغايه لما اللعيبه فعلا بيستقبلها فعلا بيتدمر. ودي مشكله برضه عندنا كجمهور اهلي برضه، انا بتكلم بصراحه، بقول لكم الفيديو ده مش همنتجه واطلع اتكلم بكل صراحه. فين محمود علاء دلوقتي؟ فين زكريا وردي دلوقتي؟ ده بسبب ان في تحفيل حصل، والجون جه بسببك، وجون وي وي وي. فاحنا يعني مش عايزين ناخد نفس الغلطه بقى. وكمان بقى موضوع احمد رفعت ده تاني، ده حوار تاني. فاحنا مش عايزين نفتح نفس الحوار ونفتح نتكلم في حته اللي هو ايه، انا اضغط على الولد واضغط على اللاعب لحد ما نفسيته تتعب بعد شهر يحصل له حاجه. فانا كهربا دلوقتي انا جايبه من الزمالك خلاص، وجمهور الزمالك متربص له حرفيا، والاعلام الرياضي الزملكاوي متربص له حرفيا، وكل من كاره للنادي الاهلي متربص له حرفيا. فجيت سرحته، ايه الوضع؟ يبقى إيه انا كده مرت الولد. وعايز اقول لك ان كهربا انا اكتر واحد متعصب منه ومتضايق منه، وبص ومش طايق نفسي لما بجيب سيره كهربا. انا بفتكر الماتش بتاع باتشوكا ده، وبفتكر الماتش اللي قبل كده لما برضه كهربا ضيع الفرصه اللي كانت براسه دي، الهجمه براسه دي، وكنا المفروض نوصل للنهائي برضه ما وصلناش. ايه العقل؟ العقل هنا، انا هنا هوصل رساله للخطيب لاداره النادي الاهلي، وهوصل رساله للجمهور. بالنسبه لاداره النادي الاهلي، يعني احتوي اللعيب شويه. انا عارف اللي هو كهربا فعلا دماغه من الكهربا فعلا، دي حقيقه، بس احنا جايبينه على عيبه وعارفينه على عيبه على ايه يعني. تمام. فانا شايف ان احنا يطلع يا باشا اعاره، اعاره مش بيع، اعاره لاي دوري خليجي، ما يلعبش في اي نادي في مصر غير النادي الاهلي، ولا يروح زد بقى ولا الكلام ده. ده التصرف الصح العقلاني الاداري الصح عشان احافظ على اللعيب ده ما دمرش مستقبله. ورساله لجمهور النادي الاهلي، انت دلوقتي يعني نايم متضايق منه بسبب اللي هو لم اللعيبه، وقال لهم يا جماعه هو والكابتن محمد رمضان، ده لسه هتكلم مع محمد رمضان فيديو طويل. لم اللعيبه ولا تعالوا يا جماعه مش هنروح للجمهور ده، ماشي انت نايم متضايق منه، فصحيت لقيت في فيديو مسرب. والله انا نفسي دخلت كتبت كومنت للصفحه، قلت لهم يا جماعه مش ده كهربا، الصفحه مش عارف اسمها القاهره 24 ولا ايه. فردوا عليا، ردوا عليا قالوا لي لا ده هو كهربا. انت عارف لو ما ردوش كنت اقول ماشي قشطه، ده ردوا.
فما علينا، مش هدوس على الحته دي قوي يعني، مش هدوس عليها قوي يعني. تمام. فدلوقتي نمت متضايق منه، صحيت، المفروض تهدى بقى شويه. لا ده خد يا معلم فيديو عن كهرباء اهو، وهو في مالها ليلي. ابص انت بقى ايه، ما هو طبيعي بقى انت ايه بقى، انت دلوقتي في حد بياخدك من هنا يحطك هنا ويغير رايك بقى، ويبدا ايه يلعب في دماغك عشان ايه، تعمل تصرف وحش يكون ضد مصلحه النادي الاهلي، يكون ضد مصلحه النادي الاهلي. فانت خدت اللعيب وحطيته في دماغك بقى خلاص. لا ده انت ليلتك سودا، ده انا لما اشوفك في ماتش مصر مش عارف هعمل فيك وهسوي. لا لا ثم لا ثم لا يا جماعه، يا جماعه احنا بنلعب كوره، احنا مش بنتخانق، مش بنتخانق، حرام عليكم. وتوعيدات وتهديدات، لا حرام حرام يا جماعه، دي احنا كوره، اهدوا، اهدوا شويه. انا اكتر واحد عصبي واكتر واحد الاهلي لما بيتعادل بس كده حياتي تبقى سودة، ما اعرفش اشتغل. انا بقول لك وبقول لك وبنصحك وبنصح نفسي، نهدى، نهدى شويه. اللي بيحصل ده مش صح. واللجان الالكترونيه بقى شغاله بقى زملكاويه ضد النادي الاهلي، يقول لك ده مش عارف الخطيب جاب اسامي مين في المدرجات وهيرفع عليهم ايه. كل ده هبل وهكس، وانا مش عارف يعني. مشكله السوشيال ميديا دي بلاعه وطافحه فينا كلنا. ما فيش، انا عايز حد عقلاني يطلع يتكلم كده ويحلل الموقف صح ويوجه الناس للمكان الصح. انا حيالله معايا 15000 فولورز على الاكونت، عايز حد كده يكون ليه مكانه كده في الاعلام الرياضي، او ويطلع يتكلم كده. لا يا جماعه خدوا بالكم، ويناشد الجماهير المصريه كلها لا للتعصب، واهدوا اهدوا اهدوا، الموضوع داخل في حته مش حلوه. فانت دلوقتي بدات تتعصب ناحيه كهرباء بسبب فيديو. طب ايه بقى الفيديو ده؟ الفيديو اللي مالها ليلي ده مش مالها ليلي يا حبيبي. ده اولا قاعه افراح، ثانيا الناس اصلا لو ركزت على في لبسها لابسين صيفي. فيعني الفيديو ده من زمان، ليه يطلع دلوقتي؟ وعشان كده كهربا بلغ المحامي بتاعه ان يرفع قضيه على الفندق اللي كان فيه في الفرح ده، عشان يقول لك ده انت بتصرف فيديو ومش عارف ايه، وحوارات حوارات حوارات. يعني حتى لو يعني انا افرقع قنبله فيديو مسرب مالها ليلي للكهرباء، ابعد الجماهير عن النادي الاهلي وادوشهم واخليهم يكرهوا اللاعب، واخلي اللاعب ما يركزش اكتر وهو اصلا مش مركز في الملعب، وخليه يروح يرفع قضيه وحوارات بقى حوارات. رساله الكهرباء، يا ابني انت بتتحارب من طوب الارض، فانت لازم تكون قدها، لازم تكون قدها، وعقلك ده لازم يكون رزين. بص لقدوتك كابتن محمود الخطيب، ياما اتهان وياما اتشتم وياما اتهاجم وياما الناس قالت عليه حرامي وي هادي ويتصرف وبينجح وبياخد حقه وربنا بيجيب له حقه بعد كده. فانا السخونيه بتاعتك دي والحمراء بتاعتك دي، لا اهدى. اي حاجه تحصل لك بحكم ان انت لاعب كبير في نادي كبير، لازم تتصرف عقلاني شويه. انا كده نصحت اللعيب ونصحت الجمهور ونصحت الاداره. انا بمسك كل حاجه حاجه. قبل بقى ما اوجه رسالتي لجمهور النادي الاهلي، عايز اوجه رسالتي للكابتن محمد رمضان. بص يا كابتن، هو في علامه استفهام اولا على سيد حفيظ ليه مشي. دي برضه حاجه من ضمن الحاجات اللي تخليك ايه، عارف انت اللي هي الجو الدراما ده، وتقعد تفكر بقى كده. ماشي، انت جيت مكان، وحظك ان انت جيت مكان حد تقيل في مدير الكوره وتقيل في مجاله. طيب عملت ايه بقى انت يا كابتن محمد رمضان من ساعه ما انت جيت؟ انا مش شايف ان في مشاكل، اللي في مشاكل بس دعمتك. وخش على الفيديوهات عندي هتلاقي اول واحد دعمه كنت انا، ودخلت جبت تاريخه وسالت والدي عليه وسالت الناس مشجعين النادي الاهلي من زمان عليه، قالوا لي ده واحد بيصلي محترم، ما بيقولش لفظ وحش، ما بيحبش الاعلام، ما بيحبش يطلع في الاعلام، وهيظبط الدنيا. هل ظبط الدنيا؟ هل انت ظبطت الدنيا؟ اول تصريح طلعت وقلته رسمي، يا جماعه احنا هنعمل صفقات قبل ما ال 15 يوم يعدوا، ده في الصيف ها، وما تقلقوش.
ومفيش صفقات حصلت، وطلعت انت طلعت في قناه النادي الاهلي مع احمد شوبير، كان اول لقاء ليك اعلامي تمام بعد ما انت مسكت المنصب ده. مفيش صفقه حصلت، دي اول نقطه. النقطه الثانيه، انت دلوقتي الموقف اللي انت عملته في الغرامات اللي انت بتعملها دي، بتنزل ليه من الغرامات؟ مالهاش لازمه. انت خدت قرار، اللعيبه بقى تقعد تتجمع حواليك ومعلش نزل 500 مش عارف ايه الكهرباء ونزلش دي نقطه. النقطه الثالثه، حضرتك فريقك فايز 6-1 بعد 6-1 ده ايه؟ ده احنا فايزين 6-1 بعد صيام تهديفي قبلها باربع خمس ماتشات مش عارف جبنا جون ولا جونين، صيام تهديفي بحت، والجمهور متعصب ومتضايق و... والدنيا خربانه. فانت رحت خدت اللعيبه او الا اقول له الاهلي يجي، يقول له الاهلي يجي كله، ما حدش جه. رحت خدت اللعيبه يا جماعه ما حدش هيروح على الجمهور، هنروح هنطلع بره. طب توابع عقلك يقول لك توابع التفكير، توابع القرار ده ايه؟ التوابع ان الجمهور شتم لعيبه كذا يا ولاد الكذا. طب ايه الحل؟ طب هل ده تتصرف صح؟ توابعه الدنيا بقت عماله تزيد، والكوره صغيره قد كده، كوره تلج عماله تقع من فوق، كل شويه عماله تزيد عماله تكبر. لو كنت حضرتك خدت اللعيبه، اصل في كلام حد طلع يقول ايه، اصل محمد رمضان كان خايف ان اللعيبه تروح هناك مع الجمهور فيحصل مشادات ومشادات. إيه انتوا فايزين 6-1 مشادات ايه؟ ويا عم حصل مشادات بس حط ايدك فوق راسك وخلاص، انتوا فوق راسي، جمهور الاهلي انتوا فوق راسي. اشتموا، غلط على فكره، الشتيمه غلط، ان جمهور الاهلي يشتم اللعيبه. طب انا لسه هتكلم في النقطه دي، غلط، بس انك تحتوي الموقف. يعني كنز جه لحد عندك انك تفوز 6-1، احتوي الموقف. من عند ربنا الدنيا سهله اهي، ولكن فانا كابتن محمد رمضان انا شايف ان بعد ما حضرتك جيت في مشاكل كتير قوي في النادي، والقرار اللي حضرتك خدته ان عمر كمال ده، انا كاهلاوي شكيت والله في البيان. والله انا كاهلاوي انا طلعت هنا في مكاني برضو وشكيت، قلت لا يا جدعان ده شكله متعورش، ده في حوار اكيد حصل. هو في فعلا مشاده حصلت بين عمر كمال ومدرب الاحمال، بس المشاده يا جماعه بتحصل طبيعيه يا جماعه، هو في ايه يا جماعه؟ هو هم ملايكه؟ لعيبه بيتعصبوا عادي يعني. الواد راح يستحمى فاتزحلق، تمام، راح سند ايده على الازاز فتعور بس. دي القصه كلها زي ما انا طلعت وقلت. على فكره عايز اقول لكم على حاجه، انا عندي تعويره اهي، تعويره اهي اهي، وانا صغير في المدرسه الدكه كانت لسه من المدرسه جايبه دكه جديده وكده، فتعورت. مش عارف بعمل ايه، بطلع بشيل الشنطه وبرفع ايدي كده، فتعورت. اللي يشوف التعويره يقول ده موس، هو مش موس، ده هي حته الحديده بتاعت الدكه، فده طبيعي يعني، حدث بيحصل. والولد طلع وقال يا جماعه لا فعلا بجد انا اتزحلقت، انا اتزحلقت يعني. طيب انت بقى ليه عملت بيان؟ ما كنتش طالما انت الموضوع حقيقي كده. اصل بيقول لك بقى ايه، ان الاعلام بدا يطلع ويقول كلام مع اخبار فيك ومش اخبار فيك. يا عم انت عندك ما شوبير يطلع يقول يا جماعه الكلام ده كذب وخلاص الموضوع انتهى يعني. ليه بيان؟ ولا لا وايه بقى ده؟ بيان عن الشناوي، وبيان عن عن تاو، وبيان عن عمر كمال، ده بقى بيديني ايحاء ان في الدنيا مولعه جوه النادي. والاعلام المغرض الزملكاوي اللي بيشتم اللي بيجي على النادي الاهلي عنده حق. ما تطلعش يا عم، انت مؤسسه كبيره قوي، طلع بيان عشان واحد اتعور في ايده؟ ده قرار سيء، ده قرار سيء وضده تماما ان البيانات دي تطلع. الصراحه اسكت واهدى وعادي يعني، ما يقولوا اللي يقولوه. في فيديو هو لسه طالع عن الكهرباء اهو، ان هو في مالها ليل، هتطلع تعمل بيان؟ رساله بقى لجمهور النادي الاهلي ان انا منهم، رساله لجمهور اعظم نادي في الكون اللي انا منهم. هقعد اقولها تاني يعني، مش انتوا لوحدكم يعني، كلام ليا وليكم. ناديكو بيحارب
ابشع الحروب الايام دي. لو شفت الفيديو من اوله هتعرف انا بقول لك ان الفيديو بتكلم في حته ان احنا فايزين 6-1. محدش طلع حل الجون، محدش طلع حتى قال ايه يا جماعه طب ايه احلى جون جه مثلا. لا احنا هتلاقيني يتكلموا على امام وكهربا بس والشناوي. على فكره يا جماعه الشناوي انا اكتر واحد هاجمته، الشناوي اكتر واحد انا هاجمته ومستواه بيقل. انا معاكم، بس الموقف الاخير ده لا شابوه. بدات تتعلم الحركه اللي انت عملتها في اسكندريه، فعشان كده مش بوجه له كلام كتير ان هو اتعلم، بدا يخش في الطريق الصح اللي احنا متربيين عليه في النادي الاهلي. لكن جمهور النادي الاهلي معلش، مين الست اللي طلعت اللي لابسه نظاره شمس دي هو ايه ده في ايه؟ هو خلاص يعني طب انا بروح اتصور هناك وانا في المدرجات بطلع اجيب الكاميرا عشان اصور، عشان اطلع، عشان انا واحد يوتيوبر فدوري ان انا اطلع ماتيريال ليكوا عشان اوريها لكم. تمام كده. ومع ذلك صوتي بيتنبح من التشجيع، والناس اللي حواليا بيشتكوا مني ان صوتي بيكون عالي. يعني هو الشناوي هيسمعك؟ جيت في مرة امسك يا شناوي، كنت انا في الاولى في ماتش العين، كنت انا في الاولى، في الاولى شمال فوق علوي، عليت صوتي قوي. يا عم اهدى شويه، هو الشناوي هيسمعك؟ ما علينا. فرساله لجمهور النادي الاهلي يا جماعه، احنا نادينا بيتحارب ولازم نقف يعني نقف قدامه كده، مش ضده، لا نقف قدامه كده. اللي هو اي حد هيجي يخبط النادي، يجي يهاجم النادي الاهلي، يكون احنا ايه على الحلوه والمره معاه زي ما بيقولوا، او زي ما احنا بنقول نصد. لكن اسمع، ما انا برضو كنت يعني انا برضو انا بص ده فيديو ده صريح بحت، يعني انا طالع فيه بكل صراحه. انا كنت طالع مش عايز اروح ماتش بتاع الشباب بلوزداد، ما كنتش مش عايز اروح، حاسس في حوار هيحصل ومتضايق من اللعيبه، وعارف لو رحت هناك هقول كلام مش لازمه فقلتش لا مش هروح. بس مش معنى كده ان انا بدعي ان احنا نقاطع، لان في اراء بتقول لا احنا نقاطع احنا نروح الماتش. دي اراء، ودي وجهة نظرك صح او غلط، انا مش معاها فيها. بس هي الفكرة اللي انت تكون قاعد بتشجع الفرقة وبتشجع النادي من قلبك، اذا كنت بقى عن طريق التليفون، اذا كنت قدام التلفزيون، اذا كنت بتنزل بوست، اذا كنت قاعد في مدرج. اي لعيب عندك في النادي الاهلي بيضايقك ما تجيش عليه قوي، وما يكونش في اي لفظ يطلع منك وحش، لان انت عندك كهربا، وعندك كهربا ومحمد رمضان، تمام. عشان خاطر الجمهور شتم انا مش سمعتهاش صراحه. انا عمال اقول للناس، عمال ارد على الكومنتات اقول يا جماعه ما حدش بيشتم، يا جماعه ما حدش بيشتم، تمام. يقول لك لا بيشتموا. طب نفترض ان في شتيمه حصلت، نحاول نقلل من الشتايم دي، نحاول نقلل من الشتايم دي. وعايز اقول برضه، يعني مش بقول كده عشان خاطر الناس يعني بتشتم، لا بس هو طبيعي ان يمكن في لفظ اتقال كده او كده، فانا بقى ما كنتش رد فعلي ان انا اخد اللعيبه واطلع بره برضه يعني. فرساله لجمهور النادي الاهلي يا جماعه، احنا عايزين نهدى شويه على اللعيبه، وخلاص بقى رسالتنا وصلت، ونتجمع تاني ونحتضن بعض، ونكون في ظهر النادي الاهلي، ضد اي حد يجي على النادي الاهلي. واي خبر هينزل على السوشيال ميديا ما تصدقوش الا لما يجي يطلع حد من النادي الاهلي يقول لك اه يا جماعه الخبر ده صح. اي فيديوهات مسربه تشوفها على اي لعيب عندك ما تساعدش على نشرها، ولا تعمل كومنتات ولا تشير واي حد من جمهور نادي الزمالك واي حد من معادي للنادي الاهلي او اي حد اعلامي زملكاوي بيكره النادي الاهلي يطلع يعمل تصريح. ما تعلقش، مش تدافع، انا بقول لك ما تعلقش، بس انت لو علقت وده علق ده علق الفيديو هو عايز كده اصلا، هو عايز الدنيا تكبر والدنيا تحلو، وعايز ان مشاهدات وفي ريتش والدنيا تعلى معاه، فانت ما تعلقش. انا كده اعتقد يعني قلت كل اللي جوايا. فيا جماعه جمهور الاهلي، رساله بقى ايه لكل لعيبه النادي الاهلي كلها. النادي الاهلي او جمهور الاهلي لا يعاند،
شتم بقى ما شتمش، نفترض انه شتم ونفترض ان قال هتافات صعبه والكلام ده كله، جمهور الاهلي يا جماعه، اي جمهور في العالم لا يعاند، لا يعاتب، ما حاربوش اصلا. فانت كلاعب في النادي الاهلي ما تفكرش 5% انك تروح تعاند جمهورك. من غير جمهورك مصيرك معدوم. والاهلي هو اللي صنع الاهلي، هو جمهور الاهلي. انت حيالله لاعب هتقعد لك 3 4 سنين في النادي وصباح الفل. لكن انا بشجع الاهلي من انا عندي 5 سنين لحد ما هموت. فانت مش زيي، انا اللي صنع النادي ده، انا جمهور النادي الاهلي. فانت هتحاربني، هتخش في طريق مش في مصلحتك. انا كده اتمنى اكون قلت كل اللي جوايا. وانا عامل فيديو طويل جدا ومش همنتجه، هنزله زي ما هو، لان فعلا الموضوع محتاج ان احنا نفكر ونركز في حتة يا جماعة. الاهلي فعلا بيتحارب من كل ناحية، لازم نحتضن بقى نفسنا شوية كده ونهدى.